السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حرانين وعايزين حاجة ترطب على قلوبكم، يبقى الفيديو ده لحضراتكم. جالك ضيوف يا ست الكل وعايزة تعملي لهم حاجة تبهريهم بيها، تكون طعم وشكل ومنظر كمان، يبقى الفيديو ده لحضرتك. حلقة جامدة جدا، واثقة انها تعجبكم. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. اول حاجه نبتدي بيها هو الجيلي. حله كده وانزلي بكوبايتين من الميه المغليه، وبعد كده هاتي 2 باكت من جيلي الفراوله. انا هنا كنت مضاعفه الكميه، ممكن حضرتك تعملي باكت واحد. انا هنا عملت 2 باكت من جيلي الفراوله، نزلت بيهم وقلبت كويس جدا لحد كريستالات او حبيبات الجيلي لما تدوب مع حضرتك. بعد كده انزلي بكوبايتين من الميه الساقعه وقلبيهم، وكده هنا يبقى جيلي الفراوله جاهز. تعالوا بقى نعمل كمان جيلي المانجا. انا هنا برضو معايا كوبايتين من الميه المغليه، ونزلت عليهم ب2 باكت من جيلي المانجا وقلبتهم كويس جدا، وبعد كده ضفت كوبايتين من الميه الساقعه، يعني هي نفس ذات الطريقه. قلبتهم كويس جدا، خلاص كده الجيلي بقى جاهز معانا. هاتي بقى حضري كاساتك يا ست الكل، او كوباياتك او كباتك اللي تحبيه. انا هنا بقى عندي الصينيه، عارفين الصينيه اللي هي بتاعت الانجليش كيك دي، او اي صينيه عند حضرتك ممكن تعمليها في كبات الصواني الكب كيك، اي حاجه تخلي الكاسات مايله بالشكل ده. وانزلي كده صبي الجيلي كده بالراحه. بصوا هنا عملت كمان، هنا كان جيلي المانجا، اي حله برضو اي حاجه تخلي الكاس مايل، صبي كده بالراحه. وبعد كده هندخله التلاجة يعني نص ساعه، كان متماسك معايا وجاهز. هنبتدي بقى نعمل الكريمه. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن، طبعا بارد، وهننزل عليهم ب3 معالق من الكاسترد، والكاسترد هنا كانت المعالق الكبيره، و3 معالق من السكر. هنقلبهم كويس جدا، طبعا كل ده على البارد مع نقطه من الفانيليا، وهنرفعهم على النار. هنقلبهم كويس مع اهو لحد ما يبتدي كده في الغليان ويبقبق كده. خلاص الكريمه هنا كانت جاهزه، او الكاسترد كده كان جاهز معايا. هنا انا فضيته في طبق وغطيته بكيس او استرتش راب، هسيبه يبرد تماما. وكمان ممكن حضرتك يعني يفضل تحطيه في التلاجة. هنبتدي بقى نعمل. هاتي بوله، انزلي بنص كوبايه من كريم شانتيه. هنا كان خام معايا بدون سكر، ضفت معلقه من السكر، وضفت بقى يعني الميه بقيت اضيفها تدريجي. يعني ابتديت بربع كوبايه من اللبن الساقع او الميه الساقعه، وابتديت اضرب. لو احتاج لبن او ميه ضيفي. بس خلاص ضربته كويس جدا. هنا كان الكريم شانتيه جاهز معايا، وكان الكريمه بردت، وكنت حطيتها كمان في التلاجة. انا بقول لكم لازم الكريمه اللي احنا عاملينها او كريمه الكاسترد لازم تبقى جاهزه، تبقى ساقعه سوري. بعد كده بقى نضربهم كويس جدا. بصي ضيفي بقى، هنا بصوا كانت جمدت ازاي. ضيفيها بقى على الكريم شانتيه واضربي بقى يا ست الكل. وطبعا لو انا ما قلتش نقطه من الفانيليا، لا حطي كمان نقطه من الفانيليا وانتي بتضربي. واتفرجي بقى على الطعم، مش عايزه اقول لك كريمه خطيره. خلاص كده خلصنا. بصوا السهوله. هنبتدي بقى نجيب كاساتنا، كانت متماسكه او جمدت معانا، واي كيس تلاجة اي كيس حلواني عند حضرتك. وبعد كده انزلي بقى يا ست الكل كده بالراحه، وفرجيني بقى على الطعم والشكل. بصوا بصوا هنا، هزي بقى الكاس بعد ما تخلصي عشان لو في فراغات بينهم تنزل كده، ويبقى الكاس شكله كده حلو، وطعمه كمان كان خطير. دي اول طريقة كده للجيلي بالكريمة الخطيرة دي. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا بقى كمان نعمل طريقة تانية للجيلي. هاتيلي بقى يا ست الكل كده لتر من الحليب البارد، ونضيفي عليه معلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الدقيق، و4 معالق من السكر. قلبي كويس جدا على البارد، وبعد كده ارفعيه على النار. طب انتي ضفتي ايه ده كمان يا رودي؟ انا ضفت معلقة كبيرة من لبن البودر لو متاح، ومعلقة كبيرة من قشطة الجاهزة او قشطة وش اللبن. هبتدي اقلبهم كويس جدا على البارد، ورفعتهم على النار مع التقليب المستمر لحد برضو ما عمل بكبكه كده. وانزلي بقى هاتي كاساتك، وانزلي كده بالكميه الاكبر من المهلبيه الخطيره دي. انزلي وسيبي جزء بسيط في الكاس، يعني ما تمليش الكاس على الاخر. خلاص خلصنا كده. حطي لي بقى يا ست الكل المهلبيه في التلاجة تبرد تماما، وجهزي لي الجيلي. طبعا احنا مجهزينه في اول الحلقه. انا هنا كان معايا جيلي مانجا وجيلي فراوله. وانزلي كده بقى بحرص كده، صبي بحرص على المهلبيه بعد ما خرجت من التلاجة وتكون ساقعه جدا. صبي بمعلقه، باي حاجه تكون ليها كده ايه، ليها البوز ده، بمعلقه بمغرفه. صبي، المهم تصبي بحرص، وهيبقى معاكي بقى بالشكل القمر ده. هندخله التلاجة ساعة واحدة
هيبقى متماسك وهيبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه. اتبقى عندي جيلي قطعت فيه موز، حضرتك ممكن تقطعي فيه فراولة، موز، عنب، اللي حضرتك تحبيه. ايه رأيكم بقى في الحالة القمر ده؟ جيلي بالمهلبية، وجيلي بالفواكه، وجيلي كمان بأحلى كريمة ممكن تعمليها. ولايك وشير ودعوة حلوة من قلوبكم لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.